السلام عليكم أعزائي المشاهدين وأهلا بكم معنا وهذا اللقاء الرياضي المتجدد. يمكن حلقة النهاردة فيها موضوعات عديدة وأحداث عديدة، من ضمنها تكريم الفريق مهاب مميش لبطلة العالم في كرة السرعة أسماء حسن، وطبعا تكريم للنادي العام بهيئة قناة السويس. يمكن احنا في نهاية 2016 شهر ديسمبر بيكون حصاد للأحداث كلها، الأحداث الرياضية. أيضا في دار المشاة كان هناك تكريم لثلاث حكام من قبل اتحاد الرماية الدولي، هم الكابتن محمد عبد العظيم وجلال بديوي وأيضا الكابتن الباسل عبد الله. ما زلنا مع التكريمات. أيضا في الاتحاد المصري للرماية كرم البطلة هالة الجوهري، بطلتنا في الرماية واللي يمكن دايما بنسلط الأضواء عليها، وهتكون هي ضيفتنا هي ورئيس النادي العام المهندس محمد عبد العظيم. أعزائي المشاهدين، معانا أخبار عديدة نبدأ في سردها ولكن بعد الفاصل. مكان جميل. انت هنا وانا بدور عليك، اوعى تكون اشتريت حاجة جديد. ايش فهمك انت في الشغل؟ انا امبارح اشتريت الصدر علي تاني. لا طبعا، هو انا غبي؟ ده راجل طيب باع لي كل مكن الري بتاع مصر. ليه بقى يا سيدي؟ علشان قد ميه لاهل البلد زي ما هم عاوزين. فكرة كويسة، بس انت عارف ان نصيبنا في المية محدود، علشان كده المزارعين لازم يعملوا حساب كل نقطة مية. وايه تاني بقى يا اخويا؟ وكمان ما يغرقوش الارض بالمية، لان المية الزيادة بتبوظ الارض والمحصول. الميه راس مالنا لينا احنا وعيالنا، هنصونها بعينينا والدنيا دخلنا. الميه راس مالنا لينا احنا وعيالنا. أعزائي المشاهدين، بنبدأ من محافظة السويس، ومحافظ السويس بيستقبل 250 من راكبي الدراجات البخارية خلال زيارتهم للسويس تحت شعار شباب في حب السويس. استقبل المحافظ السيد اللواء أحمد حامد صباح اليوم 250 من راكبي الدراجات البخارية، من بينهم 4 فتيات، وذلك ضمن مبادرتهم التي تأتي تحت شعار شباب في حب السويس. اتحاد الكرة يستقر على إقامة دوري لأول مرة للشاطئية. استقر اتحاد الكرة على إقامة دوري الشاطئية لأول مرة في تاريخ اللعبة، والتي كانت تعتمد على دوري الشركات لإفراز لاعبين للمنتخب الأول. كشف خالد لطيف عضو اتحاد الكرة أن تفكير مسؤول الجبلاية في إقامة دوري للشاطئية بعد نجاح اللعبة مؤخرا عن طريق المنتخب الأول بقيادة أحمد عبد الرازق، والذي احتل قمة التصنيف الإفريقي بعد نتائجه الجيدة في البطولات والتي شارك فيها في التأهل لكأس العالم. تابع المشرف السابق للشاطئية وقال أن هناك تنسيق كامل بين عدد من الأندية واتحاد الكرة وجهاز المنتخب للبحث عن أفضل الحلول لإقامة دوري الشاطئية. بطولة الجمهورية للغوص والإنقاذ أقيمت بمحافظة بورسعيد بمشاركة 4 مناطق على مستوى الجمهورية. يمكن كانت بطولة كان فيها حضور كبير من الأندية من المناطق زي ما قلنا، وكانت كاميراتنا كاميرات القناة الرابعة موجودة في بورسعيد، ونقلوا لنا هذا التقرير للزميلة منى الشماع. شاطئ بورسعيد أقيمت بطولة الجمهورية للإنقاذ والغوص بمشاركة 4 مناطق على مستوى الجمهورية، وبرغم الجو القارس والبرودة الشديدة لم تمنع الظروف الجوية البطولة من استكمال فعالياتها، بل اعتبروها تحدي كبير وحافز لإحراز الميداليات. النهارده احنا عندنا بطولة الجمهورية للإنقاذ شواطئ
بطولة الجمهورية لإنقاذ الشواطئ دهيت بتبقى الأساس إن إحنا بندرب اللعيبة عشان لما يكبروا ممكن اللي عايز يشتغل منقذ بيشتغل منقذ. تدريبات الإنقاذ على الشاطئ بتنقسم إلى سباقات جري وسباقات سباحة وسباقات إنقاذ بالعوامة وسباقات بورد. ده الجزء بتاع الشواطئ. بكره ان شاء الله في اسماعيليه هيبقى الجزء حمامات السباحه بيبقى بيجر بالدميه وبيعمل كل التدريبات دي بتؤهل الى رفع كفاءه المنقذين، رفع كفاءه اللاعبين، بحيث ان اللي عايز يشتغل بعد كده منقذ او عايز يبقى يمشي في المجال ده اكتر بيأسس عليه. احنا عندنا 4 مناطق ب 16 نادي بتقريبا 300 لاعب، ولاد وبنات مرحلتين 17 سنة وعمومي، وربنا يوفق ان شاء الله. هو حضرتك الانقاذ، لو احنا هنتكلم عن الانقاذ مش بس البحر، الانقاذ بحر وحمامات سباحه. والاتحاد المصري للانقاذ له مسؤوليه مجتمعيه جنب مسؤوليته الرياضيه. مسؤوليته الاجتماعيه ان هي بيدرب كل المنقذين على مستوى مصر، سواء حمامات السباحه او الشواطئ. يعني كل منقذ موجود على شاطئ من الشواطئ الساحليه، او كل منقذ موجود على حمام سباحه سواء في نادي رياضي او في فندق، ده واخد لاينس من عندنا بان هو بيشتغل الشغله دي. فاحنا يعني لازم تصريح من الاتحاد ان هو يشتغل كمنقذ في حمامات السباحه وعلى الشاطئ. بالظبط كده يا فندم. احنا بنعمل دورات بندي فيها الناس دي اللاينس اللي بموجبه بيقدروا يشتغلوا. ده بيبقى تدريب بياخدوا التدريب ده ممكن يؤهله ان هو يشترك رياضيا. يعني حضرتك عشان تبقي عارفه هذه الرياضه مجرد ان هي بتبرز ما يتم اثناء اي حادث بيحصل للانقاذ. فاحنا هتلاقي حضرتك سباقات مثلا السطح دي بتبين ان واحد بدأ يغرق فبيجري بسرعة، السرعة بتاعته دي عشان يوصل له. فيها حضرتك هتلاقي جري سباحة جري، يعني بيجري وبينزل المية يعوم بسرعة عشان يجيب حد وبيرجع بيه. واخده بال حضرتك؟ في كمان البورد نفس العمل. كل الكلام ده مثلا بالنسبة للبحر. بنخش في حمامات السباحة ان في غريق، فبيبقى في ممثل ببورد دمية. الدمية دي بتبقى وزنها حوالي 80 كيلو، هي مليانة مية، بيطلع بيها وبيمشي بيها، سواء اذا كان نزل ال 25 متر عشان ياخدها 25 متر وبيطلع، او ان هو وصل من الاول بسرعة عشان يجيبها في 50 متر ويرجع. واخده بال حضرتك؟ دي تمهيد برضو اللي بيحصل في حمامات او اللي بيحصل في البحر، بس احنا بنعملها في الحمام لان هي اوضح. يعني في حمام المية بتاعته بتبقى كلير اكتر من البحر. المنقذ على البحر بيبقى شايف الغريق وهو بيغرق فبيقدر يوصل له. فاحنا بنعملها في حمام السباحه، هي دي نفس العمليه. عشان كده انا بقول في ال100 متر سباحه انقاذ غريق بيبقى عاملها كانها في البحر، انما ال 25 متر او الكلام ده بيبقى معمول كانه في حمام سباحه. فانا بقول لحضرتك ان التدريب اللي بيحصل للمنقذين بناخد المتميزين فيهم وبندخلهم في الفرق. احنا كاتحاد مصري للغوص والانقاذ احنا مشتركين زي ما حضرتك باين من الاسم في كل من اتحادات دوليه، اللي هي الاتحاد الدولي للانقاذ والاتحاد الدولي للغوص. دول اتحادين دوليين مستقلين، بس مصر مشتركه في الاتحادين من خلال الاتحاد المصري للغوص والانقاذ. هل في مقاييس عالميه لطرق تدريب المنقذين؟ شوف يا فندم، الرياضه دلوقتي بقى كلها ليها مقاييس عالمية وليها طرق تدريب كلها موجودة. يعني احنا دلوقتي بقى العالم قرية صغيرة، كله موجود على النت، حضرتك هتلاقيه. احنا كمان بنستحدث حاجات. يعني لو حضرتك تعرفي، احنا مثلا الدمية اللي احنا بندرب بيها احنا صنعناها في مصر، ثمنها $300 بتقف علينا بحوالي 750 جنيه. فانت وفرتي عمله، 1 2 وفرتي فلوس، لان هي يعني لما اقول $300 بما يوازي حوالي 5500 جنيه، لما اجيبها ب 700 انا النهارده وفرت لمدربين الانقاذ ولاولادي وللنوادي حاجه مريحه. نفس العمليه بنحاول نعملها في الغوص بالنسبه للمونو، بالنسبه للسنوركل، بالنسبه للنظارات، بالنسبه للكلام ده. نحاول نصنع في مصر كل حاجه. وهتلاقي ان يعني بالذات يعني في الانقاذ في البحر هتلاقي معظمهم نوادي ساحليه، سواء اذا كانت من اسكندريه سواء اذا كانت من بورسعيد، انما بشكل عام هتلاقيهم نوادي ساحليه، ومش من الاسماعيليه ومش من القاهره في البحر، انما في الميه هتلاقيهم نوادي القاهره. ظروف الجو دي احنا بنعتبرها تحدي للسباحين نفسهم، لان هو ده الفعل او الرد الفعل السليم
اللي هيحصل للسباح في حاله ان هو في وجود غريق او في حد هيحاول ينقذه، فهو بالتالي مش هيبقى في الجو سليم بالنسبه له او الموج هادي، فيبدا بالنسبه له العمليه تبقى سهله. لكن في الجو ده هو ده التحدي، هو ده الصعوبه، هي دي الفايز اللي بميداليه بيبقى بياخدها بجداره وعن استحقاق. وان شاء الله احنا نتمنى ان تبقى بورسعيد النهارده يعني حصلت على ميداليات حضرتك في سباحه هتشرفنا دلوقتي، هي حصلت على لسه ميداليه، بس هم لسه ما وسعوش الجوائز رسمي يعني، فانا ما اقدرش اقول اسماء نتيجه، لكن هي في واحده حصلت على ميداليه ذهبيه وفي 2 حصلوا على من بورسعيد. وان شاء الله هيبقى في اكتر من من سباح رجال هيكونوا حصلوا على ميداليات ذهبيه ان شاء الله في النتيجه في نهايه السباق ان شاء الله. شاركت الأندية والمقاهي المتواجدة على شاطئ بورسعيد فعاليات البطولة وقدمت لها الخدمات اللوجستية اللازمة. في البطولة الجميلة دي من الغوص والإنقاذ أعزائي المشاهدين إلى الاسكواش، وزير الرياضة يشيد بوصول منتخب سيدات الاسكواش لنهائي بطولة العالم للفرق بفرنسا. أشاد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بأداء منتخب مصر سيدات الاسكواش في بطولة أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر 2016، ووصولهم للدور النهائي واللعب أمام منتخب انجلترا اليوم. وطبعا كان الفوز حليفهم والكل قدم لهم التهنئة. ما زلنا في فرنسا، ايضا حضر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة تدريب المنتخب الاول لكرة اليد، وذلك في تمام 8:00 من مساء اليوم الأحد بمجمع الصالات باستاد القاهرة. عقب انتهاء التدريب اجتمع الوزير باللاعبين والجهاز الفني والإداري للاطمئنان على آخر الاستعدادات قبل انطلاق البطولة التي تستضيفها فرنسا. يمكن بنقول بطولة أخرى، بطولة عالم بتستضيفها فرنسا، وعينينا عليها إن شاء الله تكون في نتائج طيبة بإذن الله. انتهت أخبارنا أعزائي المشاهدين، بنلتقي مع بقية فقرات الحلقة ولكن بعد الفاصل. شملوه. انا اشتريت السد العالي. اشتريت السد العالي بحاله؟ راجل طيب باعهولي. يا سلام. ايوه، وانا اشتريته علشان احافظ على الميه اللي بيقولوا انها محدوده. ازاي بقى يا شملوه؟ انا هقطع كل الميه اللي جايه من السد العالي. انت اتجننت؟ انت مش عارف ان الفلاحين والمصانع والبلد كلها تستخدم الميه دي؟ عايز تقطع الميه عليهم؟ طب خلاص هديهم شويه ميه. ما ينفعش تشتري السد العالي علشان ده بتاع مصر، وحقيقي الميه محدوده، علشان كده المزارعين لازم ياخدوا بالهم ويخلوا الترع نظيفه ويرووا بالمظبوط. ميه راس مالنا لينا احنا وعيالنا، هنصونها بعينينا والدنيا تحلمنا. الميه راس مالنا لينا احنا وعيالنا. أعزائي المشاهدين، يمكن احنا في شهر ديسمبر زي ما قلنا، وبنعمل حصاد لأهم الأحداث في 2016. النادي العام بصراحة التابع لهيئة قناة السويس محقق إنجازات كبيرة جدا، وكانت هناك العديد من التكريمات زي ما قلنا في بداية الحلقة. يمكن كان هناك تكريم لسيادة الفريق مميش للبطلة أسماء حسن بطلة العالم في كرة السرعة. أيضا كان هناك تكريم لهالة الجوهري بطلة أفريقيا، وأيضا حققت نتائج طيبة في بطولة النمسا
والعديد من البطولات اللي يمكن هنسردها خلال هذه الحلقة. هناك تكريم زي ما قلنا برضو في دار المشاة للمهندس محمد عبد العظيم ومجموعة من الحكام، حكام الرماية. معانا ومعاكم على الهواء مباشرة المهندس محمد عبد العظيم رئيس النادي العام بهيئة قناة السويس. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. ونقول ألف مبروك. الله يبارك فيك. معانا الكابتن هالة الجوهري بطلة أفريقيا، ونقول العديد من البطولات من ضمنها بطولة النمسا وكأس الاتحاد المصري، ويمكن يعني بطولات لو قعدت أقولها الحلقة هتخلص. أنت بقى تقولها لنا أثناء الحلقة. أهلا بك يا هالة. كابتن محمد عبد العظيم، انا مش عارف بقول كابتن محمد عبد العظيم ولا المهندس محمد عبد العظيم. كله ماشي. كله ماشي. طيب نبدا منين؟ نبدا بتكريم اسماء حسن بطلة العالم في كرة السرعة، ويمكن ده الخبر الابرز. الفريق مهاب مميش كرمها وكانت في احتفالية ليها وللنادي العام كمان في شخص حضرتك. كلمني عن هذه الاحتفالية. الحقيقه ان اسماء مشرفانا وحصلت على بطوله العالم في كره السرعه في السولو سيدات السنه اللي فاتت والسنه دي. السنه دي كان في اخر شهر اكتوبر اللي فات. والحقيقه لما الفريق مميش عرف وعرضنا عليه الموقف لم يتوانى لحظه ان هو يكرمها، وجيب نفسه في نادي الشاطئ وكرمها وكرم المدرب كمان الكابتن خالد. وكانت الحقيقة احتفالية ظريفة في وجود بعض أعضاء مجلس إدارة النادي العام ومستشار السيد الفريق للأندية. كانت احتفالية جميلة وسجلنا معاها مع صحافة الهيئة واتنشر هذا الفيديو على موقع الهيئة وموقع النادي العام. الحقيقة كانت مبسوطة جدا بهذا التكريم لأنه من سيادة الفريق مش من أي حد يعني. ويمكن قدامنا برضو على الشاشة موجودة ده الفيديو اللي اتعمل معاها، اللي عمله معاها الأستاذ طارق حسنين المتحدث الرسمي للهيئة وعضو مجلس إدارة النادي العام. هي طبعا حاجة تشرف يعني. بطلة عالم والعامين متتاليين. حاجة تشرف كل مصري وتشرف النادي العام لهيئة قناة السويس. وهي بعد ما رجعت من البطولة كان عندنا هنا بطولة الجمهورية هنا في الصالة المغطاة بتاعت الهيئة هنا في اسماعيلية. خدت برضه بطولة الجمهورية في السولو وخدت مركز ثالث فردي، لأنه في سولو وفي فردي. في الفردي هي كانت واخدة مركز ثالث. يمكن كانت ضيفتنا من عدة حلقات، ويعني زي ما بقول بنتشرف بكل الأبطال والبطلات اللي زي أسماء. وأعتقد إن معانا بعض الدقائق اللي نعرضها حاليا دلوقتي هتعرضها لنا مخرجتنا سعاد غزالي. نشوف بعض هذه اللقطات ثم نعود مرة أخرى لحوار. أنا فعلا سعيدة جدا بالتكريم ده. يمكن دي مش أول مرة وأتمنى إنها ما تكونش آخر مرة. بعد كل بطولة دايما الفريق فعلا في ظهرنا، في ظهر كل الرياضيين مش أسماء بس، على طول في تكريم الأبطال، ودايما بيدفعهم وبيحمسهم فعلا. حاجة شرف ليا كبيرة جدا إن أنا أكون في ضمن نادي هيئة قناة السويس، وإني أكون رفعت اسم مصر في الأول وفي اسم نادي هيئة قناة السويس، وأتمنى إن هو يفضل مساندنا دايما زي ما هو معودنا. شرف كبير لينا وسعادة بالغة بفوز أسماء بطولة العالم لكرة السرعة في السولو. والحقيقة أسماء لاعبة مجتهدة ومهذبة ومحترمة ومشرفة الحقيقة للنادي العام، وهي مثال يحتذى لكل زميلاتها وزملائها من اللاعبين واللاعبات في النادي العام، ونتمنى إن شاء الله يبقى في أكثر من أسماء. أعزائي المشاهدين، من البطلات اللي بنحتفل وبنحتفي بيهم أيضا هالة الجوهري. هالة الجوهري يعني زي ما قلت في البداية، لو قعدت أقول البطولات اللي خدتها ممكن الحلقة تخلص وإحنا لسه ما قلناش
نص البطولات. لكن طبعا بنتذكر لها بطولة أفريقيا، طبعا البطولات المحلية، بطولة الاتحاد المصري وبطولة النمسا وخلافه. هلا أحدث بطولة في البطولات اللي أنا قلتها دي كانت بطولة إيه؟ البطولة الإفريقية. البطولة الإفريقية. آخر حاجة. حققت فيها المركز الأول؟ لا، جبت فيها رقم إفريقي جديد ومركز أول فريق. دي كانت البطولة الإفريقية اللي فاتت إن شاء الله. رقم جديد اللي هو كام؟ الرقم الإفريقي الجديد ده 380 من 400. 380. ده أنت كده ضربت آخر رقم كان. عموما ألف مبروك. ويعني احنا بنتذكر كده البطولات، كانت في بطولة النمسا برضو حققت فيها مركز تاني. كان هي أصلا البطولات 3 بطولات. خدت ميدالية تاني في اليوم الأول، ميدالية فضة، والمركز الثالث اليوم الثالث ميدالية برونز. هما كانوا 3 بطولات في بطولة واحدة اللي هي اللي في النمسا. قبلها كانت في بطولة كانت هولندا قبلها بأيام 3 أيام تقريبا. كانوا 3 بطولات برضو، ال3 خدت فيهم ميداليات. أول يوم كان مركز تاني، تاني يوم المركز الأول، تالت يوم المركز التاني. جميل جدا يعني. بصراحة حاجة تشرف. وأعتقد البطولة دي كنا عملنا معاك اتصال تليفوني وأنا في المطار وأنت في المطار. كان مجرد ترانزيت وطلعتي على البطولة الثانية اللي هي بتاعت النمسا. كان ترانزيت. روحت البيت ورجعنا الصبح تاني للنمسا. طب كثرة البطولات دي احيانا بتعمل اجهاد ولا بتخليكي دايما في حالة تركيز؟ هي ميزتها ان بتعمل احتكاك على طول بين البطولات وكده، بتدي خبرة. و بتبقى مش زي اول مرة، يعني مش زي اول مرة تطلع فيها بطولة، مش زي تالت مرة رابع مرة. يعني بتشيل عنك رهبة بقى الاشتراك في البطولات الدولية. بتدي خبرة كبيرة ان انت بتبقى واقف بين ابطال عالم اصلا وبتلعب، ده لحد ذاتها حاجة. طب نفتكر كده، احنا كان يعني بعض هذه الدقائق اللي كنا سجلنا فيها معاكي ايضا، نشوف مع بعض هذه الدقائق مع البطلة هالة الجوهري قبل بطولة النمسا. هلا، اهلا بيك والف الف مبروك على هذه البطوله. اهلا بحضرتك، شكرا. الله يبارك في حضرتك، شكرا. انت لسه جايه من هذه البطوله؟ حالا نازله من الطياره. لسه نازله من الطياره. طيب الحمد لله على السلامه. اولا مش هنثقل عليكي في التليفون. هذه البطوله بقى يعني كلمينا عنها واهميه هذه البطوله، ويمكن انت خدتي الميداليه الذهبيه وزي ما عودتينا كده دايما في الصداره. البطوله كانت صعبه؟ هي البطولة كانت صعبة جدا فعلا، لأن هما كانوا مش بطولة واحدة، هما كانوا 3 بطولات ورا بعض. كان خميس وجمعة وسبت. اصحى الصبح من الساعة 6 ماتش واصحى تاني الساعة 6. وكان في عدد كبير من الدول، 35 دولة ب 295 لاعب. لا بطولة كبيرة وكانت صعبة، والحمد لله يعني ربنا وفقنا بدعوات. يعني حضرتك استاذ محمد مطر واستاذ عادل الداري واستاذ عادل الغزالي، طبعا متابعه اليوم قناه القناه. لا في متابعه جميله جدا من حضراتكم. انت طبعا شرفتي مصر كلها وشرفتي منطقه القناه والاسماعيليه ونادي هيئه قناه السويس كمان. ربنا يخلي حضرتك. لا وكمان السفاره المصريه لسه عندنا هناك بعد الانجازات دي كلها، عملت لنا حفل ختام هناك في هولندا. لا الحمد لله السفرية حلوة الحمد لله. الحمد لله. اللي عرفناه انك جايه لفتره يعني كده اجازه بسيطه يوم او 2 وهتعودي السفر لبطوله اخرى، يا ريت تكلمينا عن هذا الموضوع. والله انا قدامي تقريبا 19 ساعه واسافر تاني، يعني بكره طيارتي الساعه 4 رايحه النمسا. في برضه بطوله زي هولندا بالظبط، 3 بطولات ورا بعض 3 ايام متتاليه. وربنا يوفقنا بقى ان شاء الله. طيب يعني فترة الأجازة قليلة قوي عشان تسافري للبطولة الثانية، وتوعدينا انك هتيجي برضو بميدالية ان شاء الله، تكون ميدالية ذهبية بإذن الله. ربنا يسهل بدعواتكم طبعا. انا عايزة بس ابارك للبطلة اسماء عبد العال، بطلة كرة السرعة. الف الف مبروك بصراحة. يعني هي معاكي وهترد عليكي بقى. الله يبارك فيكي، ميرسي، ربنا يخليكي والف مبروك ليكي، وربنا يوفقك ان شاء الله البطوله الجايه وشدي حيلك ان شاء الله. مهندس محمد عبد العظيم، هذه التكريمات مهمه جدا للابطال او البطلات، اعتقد ان بتديهم دفعه، بتحسسهم ان في حد مهتم بيهم ولا ايه؟ طبعا طبعا.
وهو يعني دي احلى لحظه في حياه اللاعب او الرامي او اي انسان عمل شيء كويس او الرياضي عموما، لما لحظه التكريم بتاعته يعني هو بيحس ان هو بيحصد الثمار بتاعت المجهود الكبير اللي بذله في حياته. انت شايف هالة الفترة اللي جاية يعني الى اين؟ يعني شايفينها منطلقة ما شاء الله، يعني ربنا يزيدها بقى من البطولات ويزيدنا يعني. امين يا رب. هي هالة الحقيقة مجتهدة. كان عندها مشكلة في الطبنجة بتاعتها. الحقيقة وفرنا لها طبنجة جديدة وهي بتتدرب بيها حاليا استعدادا لبطولة افريقيا ان شاء الله في شهر مايو القادم. واملنا كبير ان شاء الله انها تحقق مركز اول ورقم قياسي جديد باذن الله، تحطم الرقم بقى اللي عملته السنه اللي فاتت او السنه دي قصدي، في بدايه السنه دي. وان شاء الله يعني دي تبقى يعني بدايه ان هي تنطلق نحو العالميه ان شاء الله. نفسنا نشوفها في اولمبياد ممكن. والله هي كان الاصول ان هي تسافر في الاولمبياد اللي فاتت. واعتقد ان هي ظلمت. وان شاء الله ربنا هيعوضها خيرها في غيرها ان شاء الله. ولا ايه هلا؟ ان شاء الله. ان شاء الله يكون في مشاركه في اولمبياد. لسه العمر قدامك ان شاء الله طويل، واكيد هنشوفك يعني في بطولات اعلى واعلى. انا شايف معاكي شهاده، دي شهاده ايه بالظبط؟ دي شهاده نشوفها كده نوريها للكاميرا. دي التكريم في دار المشاة. ده اللي حصل في دار المشاة. ده التكريم بتاع دار المشاة. دي بتاعت بطولة هولندا. ده بتاع الاتحاد الدولي. ده الاتحاد المصري. لا الاتحاد المصري. الاتحاد المصري. والشهادة الثانية. الشهادة الثانية البطولة الأفريقية. دي البطولة الأفريقية. نتمنى يا رب البطولة الأفريقية اللي أنت داخلة عليها إن شاء الله يكون في مركز أول وميدالية ذهبية إن شاء الله أخرى بإذن الله. إن شاء الله. بإذن الله. في بطولات عالم للرماية حاليا اللي هم مركزين فيها الإفريقية. أنا حاليا ما أعرفش في أي حاجة دولة يعني لسه بره مصر. الإفريقية هي اللي موجودة، وفي بطولة تقريبا برضو على طول بعدها. بس لسه مش عارفه اي حاجه عنها. كل اللي اعرفه الافريقيه الاعداد بتاعها اللي انا شغاله فيه. وان شاء الله خير. وبعد الافريقيه بيبقى في بطوله العالم في المانيا في ميونخ. فان شاء الله ربنا يسهل ويكون لها نصيب باذن الله. بياخدوا اوائل القارات حسب لا طبعا هو الدول هي اللي بتشارك. الدول. فنتمنى ان شاء الله يكون السكور بتاعها في البطوله الافريقيه يؤهلها انه الاتحاد المصري يختارها لتمثل مصر ان شاء الله في هذه البطوله باذن الله. باذن الله. هل انت متفوقه في دراستك زي ما انت متفوقه في الرياضه كده؟ الحمد لله. انت في سنه كام؟ انا في كليه تجاره سنه ثالثه. سنه ثالثه. برضه بتطلعي بتقديرات ولا الرياضه واخداكي او الرمايه واخداكي؟ لا الحمد لله مش واخداني قوي عنها. تقديراتي كويسه الحمد لله. الحمد لله. نقول متفوق دايما في كل المجالات. أكيد. دراسيا ورياضيا وكل حاجه. إن شاء الله. طيب ناخد الدقائق. مخرجتنا سعاد غزالي مجهزه حاجه كده نشوفها ايضا عن هالة ونرجع لحوارنا مره اخرى. افتح نفسك للحياه، احفر اسمك جواها، صفي قلبك حسها، قوم غير شكلها، شوفها بكل الألوان، نور بضحكتك السماء، مدي ايدك روح لها، خلي كل يوم فيها أحلى، ما فيش يوم حلو يتنسي، قول من قلبك اللي تخبي، اتفائل خير في الدنيا دي، هتشوفها جنة في عينيك، شارك بحلمك مهما كان، كافح هتوصل للمكان.
لنفسك ألف باب، ارسم صورة لأحلامك غير بيها طعم حياتك، عدي حدود خيالك، تجمل صدفة بتغيب معاك، قرب ليها حبها، طير معاها فوق السحاب، خلي حلمك فيها أحلى، مفيش حلم بيتنسي، قول من قلبك اللي تخبي، تتفائل كتير في الدنيا دي، هتشوفها جنة في عينيك. مهندس محمد عبد العظيم، اتحاد الرماية الدولي يمكن كرم 3 حكام من الإسماعيلية. طبعا كان الكابتن جلال بديوي والكابتن باسل عبد الله والكابتن محمد عبد العظيم. كلمنا عن هذا التكريم. الحقيقة هو الاتحاد الدولي بيكرم الحكام المتميزين اللي شاركوا في البطولات الدولية. احنا الثلاثة الحقيقة كنا بنمثل الإسماعيلية وبنمثل مصر في البطولات الأفريقية السابقة في 2014 و2015. فدي كانت شهادات تكريم من الاتحاد الدولي لمشاركتنا وأدائنا المتميز في البطولتين الأفريقيتين السابقتين 2014 و2015. وما زال بقى إن شاء الله في السنة الجاية هيبقى التكريم بتاع 2016 إن شاء الله بإذن الله. ان شاء الله. كلمني بقى، الحكم دوره بيبقى ايه في مثل هذه البطولات؟ هل يمكن ان في نتائج مثلا لا يؤخذ بها او تشطب او نقطة تتاخد او نقطة ما تلغى حسب رؤية الحكم، ولا غير بقى الرياضات الاخرى؟ هي مش على حسب رؤية الحكم، واحنا في عندنا ادوات بتحكمنا. الشيت يعني مثلا ايه هي الطلقة، انا بقدرها بالنظر. لكن لو كان فيها ده شك، التكريم اللي كان اللي قدامنا بعض الصور. اتفضل ست. لو في طلقة شك بيبقى في أداة اسمها جيج بنحطها في الطلقة ونحدد بيها إذا كان الطلقة مثلا أنا شاكك هي 9 ولا 10 8 ولا 9، الجيج بيحدد الطلقة بالظبط. في أي طلقة شاكين يعني فيها في المنطقة اللي في النص ما تقدرش تحسبها بالظبط. يعني هل هي عاملة تاتش مع الدايرة بتاعت ال9 ولا الدايرة بتاعت ال10، فدي بنحط فيها الجيج وبنقدر بيبقى بتفصل يعني. في الحاجات المتقدمة اللي هي بالإلكتروني هو الجهاز بيحسب لوحده، يعني بيطلع رقم. بيطلع بيطلع بالكسر العشري كمان. ده دلوقتي اللي موجود في المسابقات الدولية. احنا عندنا في مصر موجود بس في النهائيات، يعني بعد ما بيلعبوا المباراة بياخدوا اول 8 يدخلوا النهائيات. النهائيات ده بيبقى ميدان الكتروني. نتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف في مصر الميدان بالكامل يبقى الكتروني، يبقى المباريات والنهائيات تبقى الكترونيه. ده ادق بكتير يا كابتن. بكتير طبعا، يعني ما بقاش في مجال للشك يعني. في ممنوعات مثلا في الرماية ممكن تلغي نقطة او تلغي، ولا ده صعب؟ مش موجود. مش تلغي نقطة، ده ممكن يستبعد. ليه بقى؟ يعني كبقية الالعاب مثلا ومنشطات، دي في البطولات حتى الرماية الدولية. فيها منشطات. طبعا. نمرة 2 في بعض الحاجات في اللبس، يعني وفي البندقية بالذات هم ليهم بدلة وليهم لبس خاص، فإذا خالف في اللبس وأصر على المخالفة بيستبعد. يعني في زي خاص بالرمي. اي مخالفة فيه ممكن يستبعد من المباراة نفسها. السلاح نفسه سواء بقى في المسدس او في البندقية، لو هو عمل فيه تعديل او لعب في السلاح بعد الفحص واتكشف، ده بيبقى فيه فحص عشوائي بعد المباراة، لو حصل ده بيستبعد، لان دي بتبقى نوع من الخيانة او الغش يعني. وهل بتمسكوا حالات زي دي برضو في المباريات؟ بيحصل. طيب
هلا لاعب او لاعبة الطبنجة ما يقدرش يغير ويلعب البندقية، ما كل واحد بيبقى له تخصص، مظبوط؟ كل واحد بيبقى ليه السلاح بتاعه، ما ينفعش يلعب بغيره لان بتبقى على حسب الطول. بتبقى كل حاجة ليها مقاس على اللاعب، دي خاصة لا ما ينفعش لاعب يتميز في الاثنين؟ ما حصلتش؟ انا ما جربتش بصراحة، بس ولا اي لاعب يعني بيمارس الاثنين مع بعض ولا صعب؟ لا اعتقد صعبة جدا. لا ما كابتن يعني محمد عبد العظيم ما شفناش. ماشي. لابد التركيز في حاجة واحدة. بس انا عايز الحقيقة بالمناسبة دي عايز اقول انه مش هالة الوحيدة هي البطلة، كمان اختها الصغيرة بطلة. هي بطلة الجمهورية في البندقية بقى، يعني هم واخدين هالة في الطبنجة واختها فعندنا هدير الجوهري هي اول الجمهورية تحت 16 سنة. وبالمناسبة كمان مش هدير بس، احنا المراكز الثلاثة الاولى تحت 16 سنة في البندقية من فريق الهيئة، اول وثاني وثالث. ما هو ابن الوز عوام بقى مش عايزين فعندنا هدير الجوهري وروان احمد وامنيه ابراهيم دول اللي بيمثلوا الهيئه واخدين الثلاث مراكز الاولى وبيمثلوا منتخب مصر. يعني منتخب مصر تحت 16 سنه هم 4، 3 من الهيئه وواحد من كيش. جميل جدا. فيعني ده تميز لهيئه قناه السويس طبعا. الحمد لله. طب كلمني حضرتك بقى هنا، يعني الخطوات يمكن موجوده قدامنا، ايه اللي بيحصل دلوقتي من البدايه وحتى لغايه لغايه الطلقه ما بتطلع؟ يعني حضرتك عايز اجراءات المباراه نفسها؟ يعني يمكن قدامنا دلوقتي اجراءات المباراه. لا التصويب ده تدريب. لكن المباراه بتنقسم الى عده اقسام. رقم 1 النداء على الرماة لدخول الميدان او خط الرمي، وبياخدوا ربع ساعه اعداد، ربع ساعه يظبط وضعه، يظبط سلاحه. ده اللي احنا شايفينه دلوقتي ولا ده تدريب بره؟ لا ده تدريب ده. انا بتكلم على المباراه الرسميه. فالربع ساعه دي كمان خلالها بنفتش على اللبس، بنفتش على السلاح اللي هو بالنسبه للحكام، واجبات الحكام في التوقيت ده. الرامي بيختبر نقطه الرمي اللي هو فيها، الجهاز بتاع الرمي لو في اي حاجه عشان نقدر نحلها في الربع ساعه الاولانيه. بعد كده بياخدوا ربع ساعه تانية اعداد واختبار اللي هو بيضرب فيها الطلقات، يبدا بقى يجرب نشانه ويضرب طلقاته لمده ربع ساعه. يضرب كم طلقه بقى؟ عدد غير محدد، هو بياخد 4 اهداف يضرب عليهم خلال الربع ساعه. اي عدد، في رماة بيضربوا طلقه واحده، ورامي تاني ممكن يضرب 20 30 طلقه، وممكن يعني على حسب ما يعني كل رامي ووضعه يعني. بعد كده بعد النص ساعه دي بنبدا المباراه. بيختلف الزمن بقى من مسابقه لاخرى. فلو اتكلمنا مثلا على المسدس السيدات مثلا اللي بتلعب فيه هاله، الزمان ساعه. بيلعبوا ال 40 طلقه على 40 هدف في مده ساعه. تمام. بتنتهي المباراه بنهايه التوقيت الساعه. والاصول انه بيحصل بعد كده فحص عشوائي على بعض اللاعبين بطريقه عشوائيه عشان نتاكد من انه ما لعبش في السلاح، ما حصلش اي تعديل. وده اللي بقول لحضرتك عليه، انه لو حصل بقى تعديل في السلاح مخالف للقانون بيستبعد من البطوله. بيستبعد. في البطولات الدوليه بياخدوا الثلاثه الاوائل بيعملوا لهم تحليل منشطات علشان الميداليات. هلا 40 طلقه في ساعه، ده وقت قليل ولا وقت كتير ولا ايه بالظبط؟ لا هو وقت مناسب، مش لا قليل ولا كتير. في ناس بتخلص في نص ساعة، وفي ناس زي بتخلص بالظبط الساعة. فهي وقت مناسب، لا كتير ولا قليل، هما بيبقى مظبوط، مش محتاج. الموضوع بيعتمد على النظر ولا مش بالضرورة يكون نظره 6/6 الرمي يعني؟ لا هو معتمد جدا على النظر، يعني معتمد جدا على النظر في المسدس بالذات. المسدس بس في ناس تلبس نظارة وتحقق بطولات. من حقه يلبس نظارة. طيب احنا قدامنا يمكن احد التكريمات على ما اعتقد. ده كان فين التكريم ده؟ البطولة العربية. دي في البطولة العربية. في القاهرة. دي كان بقى اخبارها ايه البطولة العربية؟ والله دي كانت
سنة تقريبا. حققت فيها ايه؟ كنت جايبة مركز ثالث فيها. دي اللي كنت بايتة قبلها تقريبا في المستشفى، كان عندي دور برد شديد شوية، فجاية بالكلمة خلاكي خارج التركيب. فكنت جايبة فجبت ثالث مركز ثالث. المهندس محمد عبد العظيم كرئيس للنادي العام التابع لهيئة قناة السويس، نقول افضل الانجازات او حصاد 2016 من وجهة نظرك. طبعا احنا قلنا اسماء، قلنا هالة، يا ريت نقولهم كده بالترتيب حسب الاهمية. لا انا يعني اتكلم على الاحدث. طيب اتفضل. يعني احدث حاجه الحقيقه امس بطلاتنا الناشئات في تنس الطاوله تحت 12 سنه فازوا ببطوله الجمهوريه، وبانجاز غير مسبوق فازوا على سموحه في قبل النهائي 3-0، ثم على الاهلي 3-0 في النهائي في تنس الطاوله. جميل جدا. زميلاتهم تحت 15 سنه نفس الكلام خدوا البطوله برضو وفازوا في قبل النهائي على الاهلي 3-1 وفي النهائي على الزمالك 3-1. ده لسه امبارح، ويعني حاجه الحقيقه مشرفه وانطلاقه لتنس الطاوله ان شاء الله في هيئه قناه السويس. احنا عندنا برضو امبارح كان في زي ما انتوا قلتوا في المقدمه على بطوله الجمهوريه للانقاذ، هي كانت على شقين، شق البحر وشق حمامات السباحه. الشق الثاني كان امبارح عندنا في حمام السباحه التابع للهيئه، والحقيقه برضو السباحين بتوعنا عملوا يعني مراكز كويسه. عندنا ايمن يونس المركز الاول في 50 متر جر دميه 19 سنه. عندنا شيماء السيد علي مركز تاني برضه في 100 متر. عندنا كارولين مركز تاني في 15 سنه جابته في 200 متر موانع، ومركز ثالث في 100 متر جر دميه. الفريق بقى بتاع التتابع خد مركز اول للناشئات ومركز ثالث للناشئين. فكان انجاز برضو الحقيقه يعني في مجال الغوص والانقاذ. بالنسبه للرمايه يمكن احنا اتكلمنا على هاله واتكلمنا على هدير، لكن الحقيقه بقيه زميلاتهم برضو وزملائهم عاملين نتائج هايله في الرمايه في اخر بطوله. الفريق عمومي سيدات خد مركز ثالث، عمومي رجال خد مركز رابع. الناشئين 21 سنه عندنا مركز اول لاكرم كريم، والفريق خد مركز اول واكرم كريم خد مركز ثاني فردي. الناشئات 21 سنه خدوا مركز ثالث، وهاله خدت مركز ثاني فردي. في البندقيه عمومي رجال خد مركز رابع، وخدنا مركز ثالث فردي. ومركز ثالث فردي في البندقيه دي حاجه كبيره، انه في وسط عمالقه الجيش والشرطه والصيد ان يطلع حد من هيئه قناه السويس ياخد هذا المركز، وهو موظف في الهيئه، يعني دي هوايه بالنسبه له، خلاف الناس اللي دي شغلتها الرمايه، واخد مركز ثالث. فده انجاز كبير للكابتن محمد سيد. وعندنا خدنا مركز ثالث تحت 21 سنه ناشئين، ومركز ثالث تحت 21 سنه ناشئات. عندنا الناشئ عمر منصور تحت 18 سنه خد مركز اول، وخدنا مركز ثالث برضه ناشئات تحت 18 سنه بسنت محمود. وزي ما قلت لحضرتك تحت 16 سنه المراكز الثلاثه الاولى دي كانت من نصيبنا في الناشئات، وفي الناشئين خدنا مركز رابع فردي. فدي انجازات الحقيقه هايله في الرمايه برضه. ودي مش البطوله دي بس، لكن في معظم البطولات اللي بيدخلوها بيحققوا تقريبا نفس المراكز. طيب في لعبه اسمها الدارتس، يمكن انتوا استحدثتوها ويمكن في مهرجان لهذه اللعبه، كلمني عن هذا الموضوع. ايه اللعبه دي؟ ان شاء الله لعبه الدارتس هي لعبه الرمي بالاسهم القصيره. ويمكن معظم اطفالنا وهتلاقيها في معظم بيوتنا اللي هي الدايره المقسمه الى قطاعات، وفي اسهم بيرمي عليها. في الاتحاد المصري للدارتس اسس، وهو اول اتحاد عربي وتقريبا ثالث اتحاد على مستوى الشرق الاوسط. والحقيقه احنا لما يعني وجهت لنا الدعوه اشتركنا في الاتحاد، وان شاء الله يوم السبت القادم يوم 10/12 ان شاء الله الاتحاد
باذن الله هيقيم نهائي بطوله الفردي رجال للدارتس عندنا في نادي الشاطئ في الاسماعيليه. ووجهت الدعوه من قبل الاتحاد للسيد المهندس وزير الشباب والرياضه والسيد المحافظ والسيد مدير الامن وبعض الشخصيات الكبيره والمهتمه برياضه الدارتس على مستوى الجمهوريه، والاهتمام الكبير ايضا بسياده الفريق مهاب مميش لحضور البطوله وتوزيع الجوائز واهدائه الرئاسه الشرفيه لاتحاد الدارتس ان شاء الله يوم السبت. لا ده احنا لينا بقى حلقه خاصه نلقي الضوء على هذه اللعبه الجديده، واللي يا ريت يبقى لنا كمصر بقى الرياده فيها ان شاء الله وعربيا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. احنا بنشكر حضراتكم، بنشكر المهندس محمد عبد العظيم، بنشكر بطله الرمايه هاله الجوهري. بنقول لكم يعني 2016 كان عام سعيد عليكم سواء على النادي العام او على هاله بقى على المستوى الشخصي. نتمنى يا رب في 2017 يكون في نتائج افضل احسن ان شاء الله باذن الله. إن شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين. نشكركم في نهايه هذا اللقاء. العفو. اعزائي المشاهدين حتى نلقاكم في الاسبوع القادم وحلقه جديده من البرنامج، لكم منا اجمل وارق التحيات.